السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو نفسك بقى تعملي كحك ويطلع معاكي بشكل ثابت من اول ما يدخل الفرن لحد ما يخرج ويفضل بنفس الحجم والنقشة الثابتة، ناعم ودايب زي الجاهز من غير بقى ولا غلطة، يبقى فيه شوية تفاصيل بسيطة خالص ولكن هتفرق معاكي، خصوصا بقى لو عرفت ليه بنعمل ده وليه مش بنعمل ده غير بقى طرق التشكيل البسيطة اللي هنعملها بأسهل الأفكار. عشان كمان لو مش بتعرفي تستخدمي المنقاش ولا حتى البصامة، هقولك على بدائل تخليكي تطلعي كحك احترافي زي المحلات بلون ثابت وطعم بجد ما يتنسيش. امان عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمه والمغفره هي وجميع موتانا. ويلا بينا نبدا، بس ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان تحطي لايكات كتير للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. في البداية بقى معايا كيلو من الدقيق، وأفضل نوع دقيق تستخدميه للكحك والبسكوت والنواعم عامة هو الدقيق اللي بيكون مكتوب عليه متعدد الاستخدامات. ده بيدي نتيجة ممتازة جدا. أنا النهاردة هستخدم دقيق اسمه الضحى، وده غالبا يعني نسبة الفشل فيه تقريبا كده بتكون معدومة. بس خلي بالك أحيانا الدقيق المغلف بيكون مكتوب عليه كيلو، لكن في الحقيقة ممكن يكون أقل. علشان كده يعني الأفضل إنك توزنيه علشان كمان تتأكدي إن المقادير بتاعتك صح. فلو مش متوفر الميزان بنفس الكوباية بتاعة الشاي اللي هي 200 مللي تقريبا، هيطلع معاكي 8 كوبايات. طيب لو حسيتي كده ان الميزان بتاعك ناقص، زودي بقى الكمية المطلوبة. وكده الكمية معايا مظبوطة، اتأكدت ان هي تمام طبعا علشان التغليف وكده، فهو زايد جرامات بسيطة مفيش مشكلة خالص. طيب لو هتستخدمي دقيق سايب برضو مفيش أي مشكلة. أنا استخدمت قبل كده معاكم دقيق سايب اسمه بشاير وسنبلة الفرات برضو سايب. في أنواع كتير حلوة جدا، وفي كمان أكيان ممتاز. بس اتأكدي إن الدقيق برضو مكتوب عليه 72%. طيب لو سايب هتعرفي ازاي إن الدقيق بتاعك كويس؟ لو شميتي الدقيق كده بيكون ليه ريحة يعني زي كمكمة، تعرفي كده على طول إن الدقيق ده فيه رطوبة ومركون عند العطار، ده طبعا تستبعديه خالص. فالافضل انك تسودي 5 جنيه كده وتجيبي نوع دقيق يكون كويس علشان تضمني ان المكونات بتاعتك ان شاء الله هتكون مظبوطه. طبعا لازم تنخلي الدقيق كويس علشان الكحك بيبقى يعني لما بنخله بيبقى خفيف كده ومش مكتوب. طيب بعد بقى ما تنخلي كميه الدقيق كلها، هنبدا بقى نضيف عليه 4 معالق كبار من السكر. انا هنا استخدمت السكر الناعم، بس انت لو عندك سكر حبيبات عادي ما فيش مشكله خالص، المهم كده يعني تكون الحبيبات بتاعته ناعمه. برضو لازم تعديه على مصفى سلك علشان لو في حبيبات صغيرة كده تكون ناعمة معاكي. استخدمي طبعا يعني طبق واسع او غويط علشان كمان لما تضيفي كل السوائل يكون في كده يعني مساحة مناسبة وتعرفي تشتغلي براحتك. ضيفي كمان معلقة مليانة من بهارات الكحك، بتفرق جدا في الطعم، وكمان بتخلي ريحته وطعمه نفس الجهاز بالظبط. بس خلي بالك يعني ما تكتريش علشان الكحك ما يبقاش مر وكمان ما يغمقش لونه. بعد كده ضيفي نص معلقة صغيرة من البودر. طيب حتى لو هتعملي 3 كيلو بنفس المقدار علشان الكحك ما يفتحش معاكي. هتحطي بيكنج باودر ربع معلقة صغيرة بس، ما تكتريش عن كده. واكيد مش هننسى رشة الملح علشان طبعا نبرز كل النكهات الجميلة دي، وكمان سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو لسه بقى مكملة معايا الفيديو لحد هنا، انزلي تحت في التعليقات وما تنسيش الكومنت القمر اللي هنصلي بيه على النبي علشان كلنا ناخد الاجر والثواب مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طيب بعد ما جهزنا الدقيق وقلبنا بقى كل المكونات مع بعض بالشكل ده، اعملي بقى حفرة في النص كده وضيفي عليها معلقتين كبار من السمسم طبعا لو بتحبيه. بس خدي بالك طبعا ما تكتريش علشان ما يبانش قوي جوه النقشة لو هتنقشي الكحك. بعد بقى ما تنزلي بالسمسم كده، خدي بقى الدقيق على جنب لحد بقى ما نروح نحضر السمنة. طيب بالنسبة للسمنة أنا النهاردة هستخدم 550 جرام، ودي الكمية اللي بتخلي الكحك دايب وجميل جدا لكن برضو بيكون ماسك نفسه. لو عايزة بقى الكحك بتاعك يكون أنعم بزيادة، زودي السمنة ل 600 جرام، بس خلي بالك إنها هتبقى دايبة جدا وممكن ما تعرفيش تمسكيها وتتحكمي فيها. فال 550 جرام مظبوط جدا على الكمية دي. طيب على الميزان يعني نص كيلو سمنة ومعاهم معلقتين كبار. لو هتعيري بقى بالكوباية يبقى حوالي 3 كوبايات إلا ربع، بس طبعا لازم تعبيها وهي سايحة في الأول علشان تكون مظبوطة معاكي. وعايزة أقولك إن جودة السمنة وريحتها هي اللي بتفرق جدا في طعم الكحك. أنا النهاردة عملت ميكس بين سمنة روابي بطعم القشطة وكمان السمنة البقري أو السمنة البلدي اللي بتكون صفرة، وبصراحة النتيجة كانت ممتازة وادى الطعم تحفة للكحك. أكيد لو عايزة تستخدمي نوع واحد مفيش أي مشكلة، بس اختاري سمنة تكون يعني ريحتها وجودتها كويسة. هنا بقى أهم خطوة، هناخد السمنة دي واحطها في حلة تكون سخنة جدا جدا. بصي بقى أول ما تنزلي بالسمنة في الحلة وتقلبيها بالمعلقة كده، هتلاحظي إنها بتاخد من سخونية وحرارة الحلة، فهتبدأ تسيح على طول.
ودي بقى طريقة والدتي الله يرحمها، كنت دايمًا أقول لها إيه فايدة الخطوة دي، كانت تقول لي يعني إحنا مش عايزين السمنة تسخن ولا تغلى، علشان الكحك ما يبقاش حامي في الأكل، وفي نفس الوقت ما تكونش السمنة باردة، عشان كمان لمّا ننزل على الدقيق يتغلف ويشرب يعني يتشرب منها كويس أوي. بجد جربوا الطريقة دي هتحسوا كده بطعم قريب جدًا، جدًا من كحك المحلات، وإن شاء الله هتعجبكم وهتدعوا لوالدتي بالرحمة. خلّي بالِك برضه علشان تاخدي النتيجة دي بسرعة، لازم تكوني مسخّنة الحلة كويس جدًا، يعني مع بال كده ما تحضّري السمنة بتاعتِك، تكوني مسخّنة الحلة على النار وموطية عليها، خلّي بالِك تكون على نار هادية علشان طبعًا يعني الحلة بتاعتِك ما تلسعش وكمان تتحرق منِّك. المهم زي ما شُفتِ كده، نزلتِ بالسمنة وهي سايحة على السمسم، علشان كمان تظهر ريحته جوّه الكحك، قلّبيهم بقى مع بعض لحد ما كمية الدقيق كلّها تتشرّب بالسمنة. طبعًا في الأول هتحسي إن القوام تقيل جدًا ومفرول في إيديكِ، بس ده عادي جدًا خصوصًا في الشتا. هتاخدي بقى حتة حتة كده ما بين كف إيديكِ، وتفضلي تبِسّي فيها كأنِك بتسيّحيها كده ما بين إيديكِ. الكحك معروف إن أهم خطوة في نجاحه هو إنِك تبِسّيه كويس جدًا، فما تستعجليش خالص علشان الخطوة دي هي اللي هتدّيكِ الكحك الناعم المضبوط، والكحك اللي عمره بجد ما هينشف معاكِ. هتفضلي تبِسّي فيه كده لحد ما تلاقي لونه وقوامه يعني اتغيّر خالص وبقى فاتح جدًا زي الكريم الشانتيه بالشكل ده. وتحسي كده ان هو سايح زي ما يكون عليه ميه. في الوقت ده بقى هنضيف السوائل. هتعيري بقى كوبايه الا ربع من الميه من نفس الكوبايه اللي عايرنا بيها الدقيق اللي هي 200 مللي او اللي عايرنا بيها السمنه. هتحطي على الميه ربع معلقه صغيره من الخميره ونص معلقه صغيره من السكر. وعايزه اقولك ما تزوديش خميره اكتر من كده علشان ده كحك مش قرص، يعني هو مش محتاج اساسا ماده رافعه. كل الحكايه ان احنا بنحط الخميره علشان الكحك كده ما يلزقش جوه البق. قلبيهم مع بعض كويس وسيبيهم كده على جنب لحد بقى ما نروح نحضر الملبن. طيب كيلو الدقيق بيحتاج ل400 جرام من الملبن، يعني أقل من نص كيلو بشوية. لو جاي عليه بقى نشا زي كده لازم طبعا تنفضيه كويس كويس جدا منه، لأن النشا يعني بينشف الكحك، فخلي بالك كده ما تستخدموش وهو عليه نشا. أفضل بقى نوع ملبن هو اللي بيمط بالشكل ده، مش اللي بيكون بيقطم. المهم قطعيه قطع صغيرة علشان كده يعني يكون سهل معاكي انك تعجنيه. وهنحط عليه بقى معلقة كده مليانة من السمنة البلدي، وده بقى قصنص موز أو ريحة الكحك بجد بيدي ريحة تحفة جدا للكحك. ودي كمان رشة صغيرة خالص من البيكنج باودر، يعني بطرف المعلقة خالص حاجة بسيطة كده، بس صدقيني بتخلي الملبن كده يفور جوه الكحكاية، وكمان بيبقى سايح وبيبقى مليها. جربي الخطوة دي بجد وهتدعيلي عليها. هنعجن بقى الملبن كويس جدا ونكوره كور صغيرة على قد الحجم اللي هنعمله. انا عملت حجم الكورة ب5 جرام يعني ربع الكحكاية، علشان طبعا الكحكاية كلها هتكون 25 جرام. عايزة اقولك ما تزوديش في الحشو علشان ما يخرجش معاكي وقت التسوية. حاجة مهمة كمان، وانتي بتشتري الملبن خدي اللي لونه بيكون فاتح، علشان في نوع غامق ده بيكون للاكل فممكن ينشف معاكي الكحك. خلصت بقى الكمية كلها وهغطيها طبعا علشان ما تنشفش معايا. وهنزل بقى بخليط الخميرة اللي عملناه من شوية، وما تقلقيش انزلي بالكوباية كلها دفعة واحدة. اهم حاجة ان الكحك ما ينفعش يتعجن خالص، ركزي جدا في الخطوة دي. في الاول كده ابدأي كده جمعي في العجينة لحد ما الدقيق يختفي خالص وكمان يشرب كل كمية السمنة اللي موجودة فيه. مجرد ما هتقلبي فيه هتلاقي العجينة بتتجمع وتشرب المية بسهولة وبسرعة جدا. بأكد عليك ان الكحك ما ينفعش يتعجن خالص، لانك لو عجنتيه هيربي عرق وهيتحول معاكي القرص. انتي بأطراف صوابعك كده لمي العجينة. عايزة اقولك كمان بلاش تعجني الكحك باللبن، ممكن طعمه فعلا بيكون احلى، بس صدقيني بعد يوم او اتنين طعمه بيتغير. لكن المية بتخلي ريحة الكحك وطعمه ثابت زي اول يوم. اول بقى ما تشوفي الميه اختفت والعجينه كده اتجمعت، هاتي كده من تحت لفوق طبعا علشان تتاكدي ان مفيش كده دقيق مستخبي في الطبق من تحت، وتكوني جمعت العجينه كلها. هتبداي بقى تختبريها كده، هتكوري كده قطعه صغيره. لو لقيتيها معاكي طريه كده ومش بتشقق يبقى العجينه بتاعتك كده تمام. هجرب كمان اعملها بالبصامه، ما شاء الله ما فيهاش اي تشققات. طيب لو لقيتي بقى فيها اي تشققات زودي معلقه سمنه صغيره وابدأي لميها بيها من تاني. ومجرد بس ما هتلاقينيها ما بين ايدك كده هتلاقيها تطرى وتنعم معاكي، فما تخافيش وما تقلقيش خالص، المقادير ان شاء الله هتبقى مظبوطه جدا. الكحك بقى من النواعم اللي بتكون حساسة فبتحتاج يعني تركيز شوية، وكمان علشان مكوناته بتكون غالية فالأفضل بقى إننا نعمل اختبار بسيط قبل ما نشكل الكمية كلها. وأنا بصراحة يعني بفضل إن أنا أعمل الخطوة دي في كل نواعم العيد. شكلت كده كام واحدة ودخلتهم على الرف اللي في النص،
طبعا هنتكلم دلوقتي عن التسوية بالتفصيل واحنا شغالين. المهم ان الكحك ما شاء الله يعني زي ما دخل زي ما خرج بنفس الرسمة الثابتة من غير بقى ما يشقق. طيب لو شقق مثلا ولا فتح منك، تبقى العجينة محتاجة معلقتين سمنة، وكمان ما تغيبوهوش جوه الفرن، وتلميها كده على ايدك بمعلقتين السمنة وترجعي يعني تلينيها على ايدك في كل مرة تعجني فيها. ما تقلقيش خالص، هي مجرد ما هتلينيها على ايدك هتظبط معاكي. طيب عشان بقى السوا يكون مظبوط وياخد نفس الوقت لازم كل الحجم يبقى حجم واحد. فلو ما عندكيش ميزان هاتي كده معلقة معيارية صغيرة او حتى غطا ازازة هيديكي نفس النتيجة. قطعي بقى الكمية كلها بنفس الحجم، وعايزة اقولك ان المعلقة المعيارية دي وزنها مناسب قوي. لو وزنتيها كده هتديكي حوالي 20 جرام، وده طبعا انسب حجم للكحك عشان كمان لسه لما نحط الملبن هيبقى وزنها 25 جرام. قطعي بقى الكمية كلها بنفس الحجم، وطبعا لازم تغطيها علشان ما تنشفش منك. طيب لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى تنزلي تحت في التعليقات وما تنسيش تحطي لايك، وكمان الكومنت القمر اللي هنصلي بيه على الرسول علشان كلنا ناخد الاجر والثواب مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طيب خدي بقى قطعة من العجين، هتلاقيها في الأول يعني ناشفة كده في ايدك، وكمان هتحسي انها بتتكسر بالشكل ده عادي خالص. بمجرد كده اما تدمجيها وكمان تنعميها ما بين ايدك هتلاقيها كده تسخن من تاني وتطرى اكتر. كوريها كده واعملي لها بقى تجويف من النص، وحطي بقى جوه الملبن، يعني حطي جواها الملبن بس قفلي عليها كويس جدا. وده بقى اول شكل انا هعمله معاكم بالبصامة. ما شاء الله النقشة بتاعت البصمة دي بارزة جدا وشكلها جميل قوي. وعشان شكلها كمان يبقى اجمل بجيب المنقاش كده وبلف حواليها بالمنقاش كده على الحروف، بيديها شكل جميل قوي زي ما انت شايفة كده بالظبط. اهم حاجة انك في كل مرة لازم تدعكيها كده ما بين ايديكي علشان تطرى معاكي وما تنشفش منك، وكمان ما تضغطيش عليها قوي علشان تبقى بومبي كده وليها قلب من جوه. ده كمان شكل تاني للبصامة، عملت برضو يعني نفس الفكرة بالمنقاش واعطاني شكل جميل قوي. لو البصامة بقى التقليدية دي معاكي برضو، قبل ما تشتغلي بيها اضغطي عليها كده ودخلي الشبكة بتاعتها لجوه بالشكل ده علشان كمان تاخدي منها رسمة كده ثابتة وتكون بارزة. وبرضو لفي كده الطرف بتاعها كده داير ما يدور كده بالمنقاش هيديكي اجمل نقشة. طيب لو ما عندكيش بقى اي بصامه هديكي فكره بسيطه وسهله خالص انا عملتها معاكم السنه اللي فاتت، واللهم بارك يعني الفيديو حقق مشاهدات عاليه جدا. هتجيبي بقى اي مش طبعا بتكوني مخصصاه للمطبخ وتضغطي كده باسنانه، وانتي بقى طبعا بايدك بتتحكمي في شكل النقشه. ما شاء الله يعني مجرد ما تعملي خطوط كده عكس بعض هيديكي شكل جميل جدا، هتلاقيه كمان قريب جدا من شكل البصامه. طيب لو عندك بقى قوالب الكحك او المعمول دي والعجينة بتلزق فيها كده ومش بتعرفي تستخدميها، برضو بكل بساطة هاتي كده شراب او معصم يكون شفاف جدا، طبعا ده يعني لازم يكون جديد وتكوني مخصصاه للمطبخ. لفيه بقى يعني كده على قالب الكحك وافردي العجينة كده هتتقلب معاكي بكل سهولة من غير طبعا ما العجينة تلزق ولا تتقطع معاكي. طيب عشان بقى نبرز يعني الرسمة الجميلة دي برضو بالمنقاش كده بلف كده حواليه لحد ما الرسمة بتاعته كده يبقى شكلها جميل وواضح. فلو عندك بقى بصمات او قوالب كده للكحك او المعمول اعملي منها احلى الاشكال. شايفين بقى ما شاء الله شكلها جميل ازاي. اخدت كمان قطعة من العجينة وفردتها كده وهقطع منها بقى وردات بالشكل الجميل ده. دي قطعات سابليه طبعا متوفرة عند اي محل مستلزمات حلواني، وفي اي مكان هتلاقيها موجودة. وفي طبعا اشكال كمان كتير بتدي اشكال احلى من كده. حشيت بقى العجينة برضو وكورتها ولزقتها من فوق كده. ما شاء الله شكلها فعلا جميل ومختلف. بصراحة انا كنت بألف كده وانا شغالة واتفاجئت بقى بالاشكال، يعني ما شاء الله كلهم طلعوا اجمل من بعض. فلو انت بقى بتحبي تنقشي الكحك فهتبداي بقى كده وتطلعي اشكال احلى بكتير. الموضوع بصراحة سهل وممتع جدا، خصوصا بقى لو العجينة والمقادير بتاعتك مظبوطة. طيب بالنسبة بقى للتسوية فأنا مش بخمر الكحك، الصاج بقى اللي بيخلص بدخله الفرن على طول، والفرن لازم يكون سخن جدا جدا من قبلها علشان الكحك حجمه ما يزيدش ولا كمان يفتح منك. فالكحك المحشي لازم يستوي على نار عالية عكس خالص الكحك اللي هو بيكون سادة. شكلت بقى الكمية الباقية كده شوية بالمنقاش وشوية بالبصامة وشوية بالقوالب، وكلهم كانوا بحشوات الملبن. انتي طبعا ممكن تغيري في الحشوة زي ما تحبي. بالنسبة بقى للصاج او الصينية ما فيهاش اي مادة دهنية. اهم حاجة انك لازم تخلي مسافة ما بين كل واحدة والتانية علشان كمان الحرارة تتوزع كده بشكل مظبوط. ما تقلقيش هو بيطلع بنفس الحجم اللي دخل عليه.
سويه بقى في الرف اللي في النص، ولو عندك كده مروحة مش هتحتاجي خالص تشغلي الشواية، هو بياخد اللون الذهبي ده بنفسه. طيب لو مفيش مروحة، أول ما ياخد اللون المطلوب من تحت طفي من تحت وشغلي الشواية على طول. الكحك مش بيغيب جوه الفرن بالظبط من 20 لحد 25 دقيقة، وتخرجيه على طول، لأنه لو غاب هيشقق وهينشف منك. خدي بالك من التفاصيل الصغيرة دي لأنها فعلا بتفرق جدا. عايزة أقول لكم إن كيلو الدقيق ما شاء الله عمل كمية حلوة جدا. أكيد لو حابة تزودي هتضاعفي المقادير. بجد اللهم بارك، من أجمل الوصفات اللي عملتها. الكحكاية ما فيهاش ولا غلطة. نقشة ثابتة زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت، بنفس الشكل والحجم، وخفيفة كده ودايبة، وريحتها فعلا غيرت جو البيت كله. بجد نفسي كلكم تجربوه بالطريقة دي، وانا واثقة انكم هتدعولي عليها علشان هتعملوا احلى كحك في حياتكم. كالعادة مستنياكم تجربوه وترجعوا تكتبولي على الطعم والريحة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك، وكمان تشتركي في القناة علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك وتشوفيني على طول. اسيبكم في حفظ الله واقول لكم مع السلامة.